ضجيج الحياة وتداخل الأفكار والتفكير وتواتر الخواطر ومواقف توثيق الكثير من حكايات غامضة وغير مفهومة من شعور من ضل من فكرة من لون في صوب حزن يتوالد النور لتمنحنا الحياة مساحة كبيرة لحكاية جديدة من حكايات الأديب خالد محرم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله رسول الله عليه الصلاة والسلام. اليوم سنلتقي في حلقة جديدة من حلقات الأديب خالد محرم، وهي عن حكاية حجر من الكعبة المشرفة، متواجد في مصر، خاصة في محافظة القاهرة، ويقبع الآن في مسجد سيدي علي زين العابدين بحي السيدة زينب، بنفس المنطقة التي أطلق عليها فيما بعد منطقة زين العابدين أو منطقة زينهم. وهذا الإطار هو عبارة هذا الحجر عبارة عن حجر أسود لامع محاط بإطار فضي كما ترون، ومعظم المصريين يقدسونه ولكن لا يعرفون مدى قدسيته، ولأنهم يعشقون آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكل يحكي حكاية مختلفة، ولكن قصته الفريدة هي أن في عصر مد به الجفاف منطقة الكعبة المشرفة، وبعدها نزلت السيول والأمطار إلى أن تهدمت أجزاء كثيرة من الكعبة المشرفة. ولأن العامل المصري والصانع المصري والمبدع المصري كان سباقا في كل شيء، فقد تم استدعاء المصريين أو العمال المصريين لبناء وإعادة الكعبة المشرفة كما كانت. وبعد الانتهاء وجدوا أنه يوجد حجر كبير من الكعبة المشرفة لم يتم وضعه، فتم الاستئذان من الوالي حين ذاك بأن يحملوه إلى مصر، وقد حمله العمال بكل حب وترحاب رغم الجهود المفنية التي قدموها لنقل هذا الحجر الشريف ليستقر في هذا المكان، مكان أو مسجد سيدي علي زين العابدين. وإلى هنا نلتقي في حكاية جديدة من تلك الحكايات التي تعمر بها أرض مصر العظيمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله رسول الله عليه الصلاة والسلام.